السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شيوات اللي مع ابتسام. اليوم جيت البنات وبغيت نشارك معكم واحد الكيك، يعني كتجي على شكل ديال الوردة، يعني بواحد الطريقة اللي سهلة، بواحد المكون اللي هو رائع البنات. كيجيبها يعني الكيك ديالنا اسفنجية كيف ما شفتوا. وانا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها. هانتوما البنات غتبان لكم يعني من التقطيعه كتجي الكيك اللي هي رطبه وبزاف، والمذاق لا يقاوم. هانتوما البنات انا قطعتها معكم وهي باقا سخونه كيف ما شفتوا البنات. كتجي خفيفه اسفنجيه، يعني اللي كتجي رائعه البنات. هانتوما البنات كيف ما شفتوا الكيك ديالي اللي كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه، ولا عجبكم لا فيديو تبعوا معايا المراحل الاخير، وشكرا لكم. نبداو على بركه الله. عندي البنات هنايا انا واحد 4 البيضات، يعني كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال السنيده. عندي هنايا انا كريمه ديال الطبخ، الا كانت عندكم البنات القشده يعني ديال الطبخ اي نوعيه عندكم نستعملوها. عندي هنايا واحد هذا الكاكاو، ساشي ديال الكاكاو. يعني بالنسبه للكاكاو البنات كيبقى اختياري، يعني ديروا ساشيه او جوج اللي عجبكم على حسب اللون. عندي هنا ساشيه ديال الفاني. عندي هنايا 3 الخمارات كيف ما شفتوا. كيف ما قلت لكم البنات هنايا القشده الطريه، يعني هذه ديال الكريمه ديال الطبخ. الا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوها بدانون ديال البنان، حتى هو راه كيجي فيها زوين. ولا كانت عندكم الكبيره يعني غديروا كاس ديال العنبه بهذا القياس هذا، يعني كاس ديال العنبه البنات. نبداو على بركه الله. هنا عندي هنا البول اللي دايره فيه حد القبصه ديال الملحه. غادي نبدا نهرس دابا في البيض. سمحوا لي البنات راني شاده بيض. انا غنهرس البنات البيض نديرو هنايا في هذا البول ونرجع معكم. كيف ما شفتوا البنات هاي كيف ما قلت لكم يعني ربعه البيضات، قبصه ديال الملحه، والبيض يكون كبير البنات. عندي هنا هذا الكاس ديال السنيده على هذا الشكل، وغندير واحد فانيلا، وغادي نطرب هذا الخليط حتى يذوب ليا حتى تذوب ليا السنيده. انا غادي ندوبها السنيده مع البيض، يعني ما تبقاش هكاك يعني باينه، ونرجع معكم. لما دابت ليا السنيده مع البيض كيف ما شفتوا، دابا غنضيف هذا الكاس ديال الزيت على هذا الشكل، وغادي نخلط واحد شويه على ما يندمج ليا الزيت مع البيض مع السنيده. وما تنساونيش البنات باللي لايك، يعني هذا فضلا وليس امرا، وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. يعني هاد الكيكه البنات راه كتجي رائعه، كنتمنى انكم يعني تجربوها. كيف ما شفتوا انا دابا ضفت ولات يعني على شكل ديال الكريمه. دابا البنات غادي نضيف هاد الكريمه ديال الطبخ على هاد الشكل، يعني تقريبا هكا القياس ديال الكاس. هاد الشكل شي انا ضفت هاد العلبه هادي كلها، وغادي نخلط على هاد الشكل هكا. كيف ما قلت لكم الا ما كانش عندكم هاد الكريمه نعوضوها بهذا دانون ديال البنان. انا غنبدي غنضيف الدقيق دابا دابا ملي خلطتها
صافي غادي نضيف الدقيق. كيف ما شفتوا البنات انا دابا ضفت هنا هكا شويه ديال الدقيق. دابا غادي نبدا نخلط على هذا الشكل. والخليطه البنات ديالي غادي نقسمو هكا على جوج. النص غادي نديرو بهذا بالكاكاو والنص غادي نديرو هكا بيض. انا غنوريكم الشكل كيفاش داير. انا غادي نخلط البنات كيف ما شفتوا حتى نوصل للقوام اللي انا بغيتو. انا غنوريه لكم ان شاء الله. شوفوا البنات بعد ما خلطت هذيك الدقيق اللي وريتكم، شوف كيفاش جات القوام ديالها. هنا زدت ثلاثه الخمارات، غنضيف عليهم واحد شويه ديال الخل، تقريبا واحد جهد المعلقه كبيره ديال الخل. وحتى غادي نفرق البنات سميتو، غادي نفرق الخليط ديالي عاد باش غادي نشوف واش غيخصني الدقيق ولا لا. حيت وحده غادي ندير فيها، غنزيد فيها الكاكاو، واللي ما غنزيدش فيها الكاكاو غنزيد فيها تقريبا واحد جهد ديال معلقه ديال هذا ديال الفورس. ولا ما بغيتوش البنات ديروا الفورس، ممكن لكم ديروا الدقيق ديال القمح الكامل، غير الدقيق ديالو يعني يكون مغربل من هذا من النخاله ديالته. شفتوا يعني الخليط ديالي شويه خفيف. انا غادي نقسم الخليط ديالي. غير سمحوا لي البنات بزاف بزاف، حيت انني كنصور ما كاينش معايا شي حد في الدار. دابا انا تنصور بيد ويعني وتنخلط لكم بيد. المهم انا المقادير ديالي كلها يعني مضبوطه. وحتى الطريقه انا وريتكم كيفاش، غير انني تنقطع هاد الوقيته غير على ما نفرق، على ما نحط الحاجه في الموضع ديالها. المهم ما علينا. دابا انا غادي نقسم الخليط ديالي ونرجع معكم. نتوما البنات كيف ما شفتوا انا قسمتهم هكا يعني على زوج. وحده غنضيف عليها هكا، غنزيد عليها ديك معلقه ديال الفورص على هذا الشكل، وغادي نخلطها باش نوريكم القوام ديالها الاخير كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات يعني القوام ديالها كيجي هكا كيف ما شفتوا. وهاد الثانيه اللي غادي نضيف عليها ساشيه ديال الكاكاو. الا بغيتوها كحله يعني مزيان ضيفوا اكثر من ساشيه. المهم انا غادي ندير غير ساشيه فيها. انا غنخلطها دابا. كيف ما شفتوا البنات ها هي القوام ديالها كيفاش جا. دابا عندي انا المول المول اللي انا دهنته. المول البنات اللي دهنته هكا بالزبده ودرت ليه شويه ديال الدقيق، اللي غادي نمشي على هذه الطريقه هذه. غادي نجي هكا ونبدا نحط هكا جوج معالق تقريبا او ثلاثه ديال هذا الخليط هذا. كيف ما شفتوا انا غندير ثلاثه، ونجيب الخليط الابيض حتى هوايا على هذا الشكل، وغادي نبدا ندير هكا حتى هي ثلاثه هكا الوسط. شفتوا البنات، وغادي ندير هذا الخليط حتى هو هكا فيه ثلاثه. وغادي نمشي البنات على هذه الطريقه
اللي حتى غادي نكمل هاد الخليط اللي عندي ونرجع معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. يعني بعد ما غادي نكملها غادي نرجع معكم باش نوريكم الزواق اللي غندير فيها من الفوق. هما البنات ها هي بعد ما كملتها دابا غادي نوريكم اشنو غندير. المهم البنات انا هذاك العود ديال الشواء انا ما بقاش لعندي، انا غادي نستعين غير بالمقص. هانتوما البنات غادي ندير هذه نجيبها هكا، وندير هذه نجيبها هكا، وهذه نجيبها هكا، وهذه نجيبها هنا كيف ما شفتوا، ونمسح هكا العود ديال الشواء او بحال دابا ولا موس ولا انا كيف ما درت انا المقص. ونجيب هذه ثاني اللي بيناتهم نهبطها هنا، وهذه نهبطها هنا، وهذه نجيبها بحال هكا بحال الشكل ديال الملفاي على هذا الشكل البنات كيف ما شفتوا كتجي على شكل ديال ورده. دابا غادي ندخلها للفران طيب على درجه الحراره. المهم حيت انا عندي الفران لتحت سخون كندير انا غير تقريبا 150 بحال هكاك 150 حتى 170. نتوما بالنسبه لك كان عندكم الفران معتدل يعني مقاد غتطيبوها على 180 درجه. هاهي بعد ما غطيب البنات انا غنشاركها معكم ان شاء الله. هانتوما البنات شو الكيك ديالي كيفاش جات. انا مع درتها في مول يعني كبير. شتا البنات كيفاش جات، جات رائعه. يعني هذا البنات التبصيل ديال الطوس ديال 30 هي اللي درتها فيه، درتها في المول ديال الزاج اللي هو كبير. شوف كيفاش كتجي، راه كتجي اسفنجيه هانتوما البنات، كتجي رطبه. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.